السلام عليكم طلبة جريد 4. النهاردة معانا تقييم ICT الأسبوع ال13 أو يعني week 13. وهنبدأ بسرعة. هو عبارة عن ريفيجن الوزارة نزلته كريفيجن لأن خلاص طبعا الامتحانات على الأبواب. وزي ما متعودين true or false. أول حاجة بتقول مايكروسوفت باوربوينت allow you to add a new slide to your presentation. الإجابة يا ولاد صحيحة. بعد كده فيما معناها ان برنامج الباوربوينت بيسمح بإضافة شريحة جديدة لبرنامج العرض. صح. بعد كده السؤال التاني بيقول coding is writing of multiple algorithms to make a complete program. يعني التشفير او البرمجة دي عبارة عن مجموعة من الخوارزميات اللي بتقدر نخلينا نعمل برنامج كامل. الإجابة صحيحة. نيجي للسكند تيست ونقول a margin is the space left around the edges of your poster or billboard and its content. يعني الهوامش بتكون مسافة فاضية من ناحية الشمال طبعا بالنسبة للإنجليش، ودي بتكون حوالين الإعلان أو يعني الورقة الإعلانية اللي احنا عاملينها، الملصق الإعلاني والمحتوى. الإجابة صحيحة. بعد كده to solve a complicated problem you must solve its small section step by step. يعني عشان نحل مشكلة معقدة لازم ان احنا بنقسمها لسيكشن ونحلها خطوة خطوة. الإجابة صحيحة. third test بيقول online learning environment like Edmodo not allowed communicate between teachers and students. يعني برنامج التعليمي Edmodo طبعا لا يسمح بالتواصل ما بين التيتشرز والستودنت. طبعا الإجابة خطأ، هتبقى false. ليه؟ لأن Edmodo أصلا معمول علشان التواصل ما بين المدرسين والطلاب. آخر حاجة معانا في التقييم during conducting a digital research you must type your resource in notes so you can credit the sources. يعني واحنا بنجري بحث رقمي لازم ان احنا نكتب على جنب كده المصادر اللي هنستخدمها وبعدين نذكر المصادر اللي استخدمناها. طبعا الإجابة صحيحة. هسيب لكم يا ولاد الإجابات واقروا الأسئلة تاني وهنخش بقى على الهومورك. أول سؤال في الهومورك وهو تشوز بيقول all of the following is considered from technology safe and used except. يعني كل اللي جاي ده يعتبر safe ان احنا نستخدمه آمن ما عدا. هيبقى الإجابة letter D type your personal data through social media. ان احنا نكتب الداتا الشخصية بتاعتنا على السوشيال ميديا دي حاجة غير آمنة unsafe. بعد كده بيقول لنا Space is Egypt's premier online library of resource for a variety of subjects. مين هو ده اللي يعتبر أول مكتبة؟ طبعا ال EKB أو بنك المعرفة المصري. برضو يا ولاد علشان لو حد عايز يعرف الكلاس في الأسبوع ده فهتلاقوا في البيج اللي قدامنا دي فوق بيقول type 1 of the save applications or website that you or your parents use regularly. والسؤال ده اتكرر قبل كده معانا لان احنا بنذكر حاجة نكون احنا او الاباء بيستخدموها بانتظام وبتكون امنة. فيعني اسلم حاجة ان احنا نكتب ال EKB او ال Egyptian Knowledge Bank اللي هو بنك المعرفة المصري، لان كل المعلومات طبعا فيه يعني متراجعة وموثوق فيها. فبكده هنكون خلصنا ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تدعموني بالاشتراك في القناة واللايك للفيديو وشير لاصحابكم. كمان عايزين نقول ان احنا المراجعات نزلت عندنا في القناة على جزئين بارت 1 وبارت 2. اتمنى ان انتوا تسمعوهم وتذاكروا كويس. الاسبوع خلاص قرب والامتحان كمان قرب، فبالتوفيق ان شاء الله.